في سر بسيط جدًا لو عملتيه كل يوم الصبح هيغيّر حياتِك كلّها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور صفا في رحلة على فكرة ده والله مش كلام مبالغ فيه، دي حقيقة، وجرّبي بنفسِك قبل ما تحكمي. كام مرّة أنتِ صحيتِ من النوم حسيتِ إنِّك متضايقة وإن ما بقاش في راحة في بيتِك، واليوم كلّه بتحسي إنِّك تقيل عليكِ من أوله ومقفول كده، مش حاسة إن أنتِ مش هتلحقي تعملي حاجة من اللي أنتِ عايزة تعمليها؟ طيب أنا جاية النهاردة أقول لِك على عبادة بسيطة، لو عملتيها كل يوم هتخلّي اليوم كلّه بركة، وهتغيّر حياتِك كلّها، بس حافظي على العبادة ديّة على طول، وهتجرّبي بنفسِك وهتشوفي الفرق. طيب إيه هو السر أو إيه هي العبادة اللي أنا هاقول لِك اعمليها؟ إنِّك تقرأي سورة البقرة بصورة يومية بعد ما تصلّي الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه". تخيّلي كده بيتِك من أول الصبح مليان طمأنينة ودفء وهدوء وبركة مش طبيعية. طب ليه باقول لِك اقرأي السورة دي الصبح؟ علشان الصبح ده هو بداية اليوم، لمّا تبدئي يومِك بكلام ربنا ده هيخلّي اليوم كلّه بركة، حاجة كده أنتِ هتحسّيها لمّا تبدئي تنفّذي الكلام اللي أنا باقول لِك عليه، حتى لو اليوم زحمة أو ضغط هتلاقي نفسِك أهدى وصابرة أكتر على ولادِك. ابدئي جرّبي سورة البقرة بيوم أو يومين، وشوفي بنفسِك الفرق في اليوم ده عن بقية الأيام. يعني مش عاوزة أقول لِك كمان ما تضغطيش نفسِك، ممكن تقرأي مثلًا 5 صفحات الصبح، مش شرط تقرأيها كلها أول ما تصحي، جزء الصبح وجزء الضهر. جرّبي وقولي لي إيه إحساسِك بعدها، وهل حسيتِ فعلًا بالفرق؟